معانا خالد عثمان من الأردن. احنا النهارده يا خالد اليوم السابع جالك علشان يعرف آخر التطورات اللي حصلت بعد المشكلة اللي حصلت مع أشقاء أحد النواب الأردنيين. عايز أعرف يا ترى كان رد فعل الشعب الأردني إيه على الموقف اللي حصل والإهانة اللي حصلت لك؟ الشعب الأردني كله كان مستاء من الحادثة اللي حصلت، لأن الشعب الأردني شعب كريم، شعب مضياف، وما يقبلوش إن واحد مصري أو أي واحد عندهم في البلد يتهان. دي بقالك كام سنة في الأردن؟ 11 سنة في الأردن. شفت أي موقف زي ده عدى عليك؟ أول مرة في ال 11 سنة يمر عليها موقف زي ده. ما حصلش أي موقف زي ده؟ مش حصل موقف زي ده. فالناس كلها لما لقيت المبادرة وبيجوا لي على المستشفى والناس كلها. مين اللي كان بيجي لك؟ نواب في البرلمان، شيوخ، قبائل، جميع الناس الأردنية كانوا كلهم بيجوا لي بيطمنوا عليك في المستشفى. كل الناس كانت بيجي لي في المستشفى. كل الناس كانت متعاطفة معايا. فيعني لما لقيت حب الناس والتعاطف، فقاموا بعض الناس من آل الشواكة بتقديم اعتذار. دول من عشائر الأردنية؟ من عشائر الأردنية في العقبة؟ تقديم اعتذار، يعني مبادرة صلح. فتناوب عليها شيخ من أحد شيوخ العقبة، فبعتوا لي رسالة، يعني احنا بدنا على فكرة لما تقول اسم الشيخ ما فيش مشكلة، دي ناس بتدعو للتفاوض وللمحبة. مش لازم، هو واحد كبار الشيوخ هون اللي هو يتفاوض معي، فقال جم علي في المستشفى، فقلت لهم لازم نرجع ليه البيت بتاعي. تمام. أسرتك أو الجهات المختصة. الجهات المختصة. فاجتمعنا مع السيد القنصل وبناء عليه ايه شروطك؟ بدك تتنازل؟ قلت لهم والله بدي بس بشروط. كان ليك شروط طبعا. اول شيء ترد كرامة المصريين وكرامتي قدام العالم، لان جميع الناس شافت الفيديو. تمام. فلازم عشان نبدا عمليه التصالح لازم كرامتي ترد الاول. اكيد، ده اول حاجه. تقديم مبادره الشغل انها تكون في تقديم في اكبر الجرايد. اعتذار رسمي يعني؟ اعتذار رسمي في جرايد مصريه ولا اردنيه؟ في اردنيه. اعتذار الي للشعب المصري. وثاني شيء الحمايه.